السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل دعواتكم ليا. جات لي مكالمة امبارح من شركة ان انا ابدأ شغل معاهم ان شاء الله من بكرة، فانا سعيد جدا ومتحمس جدا لحاجة زي كده. ان شاء الله في الفيديو ده هاخدكم معايا فيه ننظف العدة ونجهز العدة بتاعتي ونروح نشتري شوية حاجات للعدة وكده. فأتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت متنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب لو أول مرة تتفرج على القناة بتاعتي، ونقول بسم الله. اوكي يا شباب، دي كل العده بتاعتي اللي انا بستخدمها في الشغل. اول حاجه طبعا واهم حاجه الهارد هات بتاعتي دي، بحطها على جنب. عندي السكوير دوت بستخدمه دايما في الشغل عشان تظبط الحاجه بتاعتك. عندي هنا الهامر دوت ده للشغل بتاع الكاربنترز اللي هم التراي وولر والميتال فريمنج. انا مش نجار خشب، فانت هتبص كده هتلاقي الشاكوش نفسه شكله مختلف شويه. هنلاقي هنا ليزر برضو بستخدمه دايما. بعد كده هنلاقي شوك بوكس دوت، ده زي الخط كده بيتحط فيه حبر جوه، او بيتحط فيه زهر، او بيتحط فيه لون، اي لون، فيه احمر، فيه ازرق، فيه اخضر، فيه اصفر، علشان تعمل خطوط في الارض. ده برضو مهم جدا ان انت يكون معاك حاجه زي كده. معايا الكيوسو ده بيقطع الدراي وول، ده لو انت عايز تقطع الدراي وول يدوي. السنيبس دي لو انت عايز تقطع حديد. دي لوكشة كلامب، حاجة اسمها كلامب او اللي هي الكلابة بنسميها. طبعا كده بتمسك الحديد في بعضه. معايا دباسة برضو بتدبس الدبابيس الخشب. معايا ده دراي وول جان، ده الامباكت ده عشان لو انت بتعمل فريمينج بتستخدم ده. الراوتر دوت اللي بيقطع الدراي وول زي ما انتم شايفين. معايا 3-4 حاجات من كل عدة، بحيث لو انا في الشغل وحاجة باظت، حاجة ضاعت، حاجة اتكسرت، يبقى انا معايا بديل، ما يحتاجش ان انا اسال حد تاني على عدة. طبعا دي حاجة مهمة جدا لازم تفهمها، ان انت بتعمل فلوس، انت بتشتغل، انت بتقبض، محتاج ان انت تكون معاك العدة بتاعتك. العدة دي كلها عدة يدوية، حتى في الشخصية الشركة مش مسؤولة عنها. انا عندي تيب ميجر ده 25 دوت 40 فيت. ومعايا واحد تاني بستخدمه هنا برضو، ده 25 فيت. السكينة دي او النايف ده، نايف بليد ده عشان تقطع الدراي وول. معايا السكوير دوت برضو بنستخدمه للفريمينج، ساعات بنستخدمه للدراي وول. معايا سكينة زي كده بتبقى دايما معايا في الشنطة، بنستخدمها نقطع بيها انسليشن. متعرفش ممكن تحتاج تستخدمها تدافع عن نفسك، الله اعلم. معايا الميزان المية دوت زي ما انتم شايفين، برضو بستخدمه لما باجي اعمل فريمينج. واهم حاجة طبعا نسيت اقولها لكم، التول بيلت. ده التول بيلت اللي انت بتلبسه طول اليوم على وسطك خلال فترة الشغل بتاعك، وتحط فيها كل العدة اللي انت تستخدمها، وأوريكم بالظبط ازاي تعمل كده. ده كلامب برضو من ضمن الكلامبات اللي معايا بستخدمها، برضو حاجة محترمة. الشغل الكبير، شغل الحاجات الكبيرة. أنا أوريكم وأنا لابس الحاجة دي. لابس الحزام كده، تعدله بالطريقة اللي انت عايز تمسك بيها. فالسكينة دي بتحطها هنا. طبعا السكينة في جراب علشان ما تقطعش الشنطة، ما تعورش حد، ما تعورش ايدك. والتيب ميجر برضه مهم جدا، تحطه هنا، قلم الرصاص هنا، الماركر هنا. كمان حاجة مهمة جدا تبقى معايا دوت بيقيس كهرباء. لو انا شغال في مكان وخايف مثلا البس حاجة فيها كهرباء، بالكهرباء على السلوك. طبعا لو انت عايز تشتغل في مكان وخايف تعرف فيه كهرباء ولا لا. ده بتعمل سيركلز، بتقطع زي سيركل كاتر، مهم جدا برضو يكون معاك حاجه زي كده. وده حاجه اسمها انجل شافت.
لو انت مثلا شغال في مكان والمكان ده ضيق ممكن تحطه في حاجه زي كده وتحطه في السكرو جان بتاعك. معايا ديت اسمها نيبلر، دي بنستخدمها في قص حاجه، قطع حاجه، شد حاجه، دايما موجوده معانا. وطبعا الكي هوسو ده اللي بيقطع الدراي وول اللي هو اليدوي بيفضل موجود هنا على طول. ودي موجودة هنا. طبعا معايا حاجة تحط فيها برضو بقية العدة بتاعتك. مهم جدا ان انت يكون عندك الهوك ده علشان تعلق في السكرو جان او اي حاجة انت بتستخدمها. وكمان كده يبقى انت جاهز للشغل. مهم جدا ان انت تكون معاك النضارة بتاعتك، ولو انت بتشتغل بره يبقى معاك نضارة في الشمس عشان تعرف تشتغل لو انت شغال في الاكستيريور او في الشغل بره. يعني الحاجة الوحيدة اللي انا محتاج اشتريها هي الشافت ده، علشان ده مكسور من هنا، عشان انتوا شايفينه ولا على الكاميرا، بس ده مكسور من هنا وده مش حاجة كويسة. فده معناه ان انا محتاجين نشتري واحد زي ده، ومحتاج اشتري واحد 6 انش. ده 12 انش، محتاج اشتري واحد كمان 6 انش. مهم جدا الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، انا شفت كذا واحد بيتكلم على الانسوليشن اللي هو العازل الحراري اللي بيتحط جوه الحيطه، ان هو بيقرص وبيخلي الواحد يقعد يهرش، وبيبقى طبعا عشان فايبر جلاس فبيخليك تهرش وتحس ان في حاجه جوه جسمك. ده بيبي باودر او بيبي باودر. البيبي باودر ده قبل ما تشتغل في حاجه زي كده تدهن بيه ايدك، تدهن بيه دراعك، تدهن بيه وشك، علشان يقفل المسامات اللي في الجسم، علشان ما يخليش الانسوليشن او العازل الحراري يقرصك يعني او يخش جوه جسمك. وكمان مهم جدا ان انت لو هتستحمى ما تستحماش بميه سخنه. الميه السخنه بتفتح البور، بتفتح المسامات بتاعت الجسم وبتدخل الحاجات دي اكتر جوه جسمنا. بالعكس انت محتاج تستحمى بميه ساقعه، ايا كان انت في الجو ساقعه الجو مش ساقعه، لازم تستحمى بميه ساقعه علشان الميه الساقعه بتقفل البور وما بتدخلش اي حاجه جوه جسمك. اوكي كده دي العده بتاعتي. اتمنى قدرت اوريكم كل حاجه في العده بتاعتي. دلوقتي هاخدكم ونروح هوم ديبو، نحط كل حاجه مكانها ونظبط كل الدنيا ديت، وبعد كده نروح هوم ديبو ونشتري الحاجتين اللي انا محتاج اشتريهم. اوكي يا شباب، كده انا حطيت كل حاجه في الشنطه زي ما انتم شايفين. نسيت اوريكم الجزمه بتاعتي بتاعت الشغل دي ريد وينجز، دي عامله حوالي $300. وطبعا الهارد هات حطيتها في الشنطه بتاعتها. كمان نسيت اوريكم الهيلمت دي بتاعت الويلدنج، بستخدمها من فتره لفتره لما باجي الحم في الشغل. هي دي الهيلمت طبعا شغاله كهرباء زي ما انتم شايفين، بتشتغل ببطاريه بتحجب بالاضاءه وكده. يعني ايه الشغل فاكر من بقالي فتره ما استخدمتهاش، بس هي دي شكلها. فدلوقتي احنا هنروح هوم ديبو ونشتري شويه الحاجات اللي احنا محتاجين نشتريها، وبعد كده نروح. يا شباب احنا لسه هنا داخلين هوم ديبو، زي ما انتم شايفين بيبيعوا حاجات كتيرة، بس احنا جايين علشان العدة اللي انا محتاج اشتريها للشغل. تعالوا نشوف هنلاقي ايه وايه الاسعار دلوقتي موجودة هنا. هنلاقي هنا الماكينة العرض دوت ب $169 بدل $239. ده ب $19. ده حلو، ده نشتري ده. هنشوف ايه تاني محتاجين نشتريه. شنطة زي دي $49 شكلها كده من جوه. حاجة زي دي أجنة استخدمها دي ب $14. انا بصراحة محتاج اشتري واحدة زي كده، بس هنشوف الاول الموجودين هنا عاملين ازاي. في النوع ده
15 والنوع ده 17 وفي حاجات طبعا زي كده دي ب12 وفي حاجات زي كده. طبعا الناس اللي يعني فاهمة في الشغل كل ما تبقى العدة صغيرة وكويسة كل ما تبقى الموضوع أحسن، عشان حاجة زي كده كبيرة بتسيبها في شنطة العدة والموضوع بيبقى صعب. فأنا أرجح إن أنا يكون معايا حاجة زي دي أحسن من العدة الكبيرة، يعني مش بالحجم. طبعا أنت بتفكر إن أنت هتحط العدة دي فين. أعتقد دي برضو حلوة. ايه رأيكم دي ولا دي؟ $20 $1 فرق او $2 فرق، بس اعتقد دي احسن، دي شكلها احسن كمان فيها بتاع الدنيا دوشة. ده المتر زي ستانلي دوت ب$22، المواقي دوت ب$24، في مغناطيس، وده 16 فيت. انصح الناس اللي بتشتغل يبقى معاها 25 فيت مع 35 فيت، بحيث ان انت على حسب الشغل اللي انت بتشتغله. قلم الرصاص ممكن تشتري باكيتة قلم الرصاص زي كده من هوم ديبو ب$5، او ممكن تشتري قلم زي كده. ده قلم رصاص بس الرصاص بتاعه لونه احمر، ده ب29 سنت. وهنا القلمة ديت ب$4. كي هوسو زي اللي معايا ده ب$10. طقم المفكات الاصفر ده بواط ب$23. دباسة للخشب ب$25. ودي الني بادز اللي بقولكوا عليها $49، ودي ب49 34. انا معايا ني بادز لسه شاريها، هحط لكم الصورة في الفيديو، لسه شاريها من امازون، المفروض ان هي توصل بكره ان شاء الله. ودي شنطة العدة، طبعا دي للناس المبتدئة $23، بس لما ان شاء الله يعني تبدأ تبقى بروفيشنال شوية وتبدأ تعمل فلوس اكتر شوية وتبدأ تعرف تستخدم العدة بتاعتك احسن شوية، في براند اسمه اوكسيدنتال ده برضه هبقى احط لكم شكل اللوجو بتاعه على الفيديو. غالي شوية، الشنطة بتبقى توصل $400-500، بس بتقعد معاك 5 6 7 سنين 10 سنين. تعالوا بقى ايه نروح ندفع ونروح ونستعد للشغل بتاع بكرة. هاي just this two. Oh, crap. All right. Thank you. Yeah, you're welcome. Have a good day. Yeah, you too. Hi, how are you? اوكي انا راكن الناحية التانية وانا مش عايز امشي في المطرة، فانا همشي جوه المحل ونطلع من الناحية التانية. Good. فاحنا اشترينا الحاجة بتاعتنا النهاردة ب$44، حاجات مهمة جدا بستخدمها كل يوم على الأقل 5-6 ساعات، فمهم ان انت يكون معاك حاجة زي كده. اوكي شباب، احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله انتظروا مني فيديو جديد في مكان جديد من كاليفورنيا، بس ان شاء الله في فيديو تالت ان شاء الله بيتكلم عن اول يوم ليا في الشغل ان شاء الله. فاتمنى الفيديو ده عجبكم، واتمنى اوريكم حاجات اول مرة تشوفوها، اتمنى انا قدرت افيدكم في الفيديو ده. يا ريت ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، ولو اول مرة تتفرج على القناة بتاعتي ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يجي لك كل جديد، واشوفك في حتة جديدة من مكان جديد من كاليفورنيا. السلام عليكم.